عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. مريم الدباغ ترد على الإعلامية أميمة العياري، حيث شهد لقاء الذي أرادته أميمة العياري مع مريم الدباغ تشنجا وخلافا حادا، حيث استنكرت العياري استفزاز الدباغ وتجاوزها للحدود في طريقة حديثها معها، تعلن عن نهاية الحوار. وفي تصريحات متتالية أوضحت أميمة العياري أنها تعتبر أنه هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها في الحوارات الإعلامية، مشيرة أنها لا ترغب في المشاركة في برنامج لا يتم فيها تبادل الاحترام بين الضيف والإعلامي. وردا على ذلك نشرت مريم الدباغ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص نافت فيه أن تكون أميمة العياري هي من قطعت الحوار، مؤكدة أنها غادرت مقر الإذاعة رافضة مواصلة الحصة. وقالت مريم الدباغ: خرجت ونسمع فيها تقول اللي هي ما قبلتش باش تكمل الحوار معايا، علاش تكذب؟ علاش ما حبتش تقول اللي انا بعد البوز هزيت ساكي وخرجت؟ قلت لك مانيش مكمل الحوار معاك، كمل وحدك. وخرجت وخليتها تغزل وحدها وتتكيف في السيجارو متاعها. البارح تلحلح بيا باش نقبل دعوتها اليوم، وقت اللي اول مرة نلحلح بشكون وما كنتش حابة نحضر. جيتها آخر لحظة اليوم مؤخر، وفي خاطر ما كنتش عطيتها الثقة، وبالحق إحساسي ما خيبنيش. مضيفة: هي غزلت كيفاش قلت ما نعرفهاش بالحق، أنا مانيش أصحاب قراب، نعرفها من بعيد لبعيد. وقت اللي مش مستانسة باللايف، لا أنا حضرت قبل في الإذاعة لايف وما صار حتى مشكل. وتقول لي انا نقريك الاعلام ومانيش جايه باش نقرا، وانا مشيت لها باش نحكي على مشروعي ومانيش جايه نعمل في البوز. اما هم زادوا ما يتربوش، يعملوا كل شيء باش يبرمجوا يعملوا المشاكل. وشدت تسأل زعما باش يخلصوك ولا لا، ولا باش يتفرجوا فيك ولا لا، انت وياسين بن قمرة اول مرة في الاعلام كيفاش باش تكونوا؟ هيك جاوبتها بكل ثقة في النفس. الشيء هذا دخلها بعضها يحبوا كان يبرمجوا، هذاك علاش ما عادش نحب نمشي لهم.